بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، يمكن النهارده خطفنا كده الحاج ايمن العاشري رئيس الغرفه التجاريه للقاهره وهو بيعمل جوله قبل الافتتاح. هيكون بكره على طول افتتاح معرض اهل المدارس بقاعه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بمدينه نصر، والجوله الكبيره. حاج ايمن اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ فيصل، دايما بتلاحقنا في كل حته. دايما انا شايفك يعني بتدقق في كل صغيره وكبيره وتقول الافتتاح بكره وطب كده من غير مواعيد يعني. والله يا استاذ فيصل، احنا لما بتشوف الابتسامه والسعاده على الناس اللي هي بتشتري، دي حاجه بتفرحنا جدا وبتخلينا تشجعنا ان احنا نعمل المزيد. فلما تلاقي حد داخل واخد حاجه بسعرها كويسه وسعرها رخيصه وهو خارج مبسوط، دي بتسعدنا طبعا. لسه امبارح كنت بقول على الشاشه في فرق بين ان التواجد الاستاذ ايمن العاشري دايما بيقول انا عايز اللي قدامي يبقى مبسوط، انا عايز الناس تستفيد من المعرض. يا استاذ فيصل، احنا كل الناس دي اهالينا واولادنا واخواتنا وعائلاتنا، فلما تحس ان الناس دي خارجه مبسوطه وهي واخده حاجه بسعر كويس، قد ايه ما تعرفش السعاده اللي الواحد بيبقى مبسوط فيها. فعشان كده احنا بنحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا نجيب سلع باسعار رخيصه ونقدمها لاهالينا واخواتنا. المعرض بقى هيبدا من يوم متهيألي 8 ل 22 ان شاء الله. هو هيبدا من بكره، هيفتتح والجمهور من اخر النهار ممكن يشتغل يعني ان شاء الله. زي ما انت بتقول قريب من محطه ارض المعارض كمان عشان اهالينا، عشان المترو والناس كلها تيجي من القاهره كلها، تلاقي مواصله سهله، ينزل من المترو يطلع يلاقي هنا هو على طول يستلم كل حاجته. واحنا كمان عاملين حاجات في الاغذيه برضو بالتعاون مع شركه القابضه لوزاره التموين، حاطين برضو سلع غذائيه برضو باسعار مخفضه، وكل ده الغرفه عاملاه بالمجان للعارضين كلها. يعني العارض مش هيتحمل حاجه، مش هيتحمل حاجه مقابل انه يدينا اسعار كويسه واسعار فيها خصم كويس للناس. انا كمان شايف جناح لسيدات الاعمال، جناح لذو الهمم، يعني في تنويع لكل شيء. يعني كل العارضين بيستفادوا، واللي بيبيع بسعر قليل وبيبيع كتير. يعني واخد بالك، اما تبيع بسعر قليل تبيع كتير، المكسب بيبقى كتير. الخصومات بقى، والخصومات النهارده من 25 ل 30، اللي في بعض الناس عامله 70% خصم. كل السلع الدراسيه موجوده، كل الادوات المدرسيه كلها موجوده، والملابس والاغذيه كمان شايف البريد وشركات الاتصالات كله، عشان لو اي حد عايز فوري، عايز اتصالات، عايز البريد، عايز اي حاجه كلها جاهزه. والبنوك برضو حتى مكان اللي عايز يسحب، اللي عايز اي حاجه، كله ان شاء الله موجود. طب انا عايز اقول لك حاجه من الكواليس كده وانت ماشي، التسكين ده اللي ما جاش يا جماعه سكنوه اللي بعده على طول فورا. الساعه 6 دلوقتي يا استاذ فيصل، اللي ما دخلش حاجته ما يدخلش خلاص، احنا هندخل اللي بعد منه. دايما انت مؤمن جدا بالدور المجتمع الحقيقي. ان شاء الله يا فيصل. انا بشكرك شكرا جزيلا جدا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وده كان لقائنا مع الاستاذ ايمن العاشري رئيس الغرفه التجاريه للقاهره، الحقيقه اللي عمل جوله ما فوتش جناح الحقيقه، ما بصش عليه. النهارده طبعا احنا بنتكلم في النهارده السبت 6/9، بكره هيكون الافتتاح المعرض يوم الحد، هيتم افتتاحه رسميا وهيتم اتاحته للجمهور يمكن بعد الظهر. زي ما حضراتكم شفتوا تنوع الحقيقه واهتمام كبير جدا جدا من الغرفه التجاريه للقاهره، والاستاذ ايمن العاشري بيمر بنفسه. لجنه المعارض متواجده، ويمكن بننقل لحضراتكم ده على صفحتنا، صفحه الشهبندر على طول، وبنبعت لكل وسائل الاعلام. الحقيقه معرض ان شاء الله يكون معرض ناجح جدا جدا، طالما في تكاتف الحقيقه من جهات الدولة بالكامل. يعني المعرض ده بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هيتم افتتاحه دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، دكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة. يعني هيكون في الحقيقة جهات كتير ووزارات هتتم الافتتاح بكرة. والنهارده احنا بننقل لكم من قلب المعرض، ولسه الكواليس، يعني احنا بننقل لكم الكواليس على طول. فان شاء الله هنواصل يوميا تقرير من داخل المعرض. انتظرونا، كل الاراء هتكون معانا، اراء المواطنين العارضين المسؤولين، مش هنسيب حاجه ما نقدمها لكوش في معرض اهل المدارس. وزي ما قلت لحضراتكم، المعرض بجوار محطه ارض المعارض بمدينه نصر، في قاعه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. اشوفكم ان شاء الله في تقرير جديد، وهنتابع معاكم المعرض اللي زي ما حضراتكم يمكن شايفين على
ورايا على طول المعرض. رسميا هيكون بدايته من 8 لحد 22 سبتمبر الجاري. شكرا والى اللقاء.